صباح الخير والنشاط. صحيت بقى الصبح كده قلت اعمل الركنية. بصوا هي كشكلا برضو كده نظيفة، بس انا بقى عايزة اشيل اللي وراها، ولميت المساند كلها اللي هنا وحطيتها على جنب علشان لما اجي ايه اشد تكون سهلة عليا. هشيل برضو السجادة واكنسها، وبعد كده هبدأ بقى ان انا اشد الركنية. بصوا بقى انا شلت الركنية اللي كانت هنا وهلم بقى الحاجات دي كلها، وبعد كده هدخل دي هنا، او هشوف بقى عارفه اطلع دي ازاي، لان دي مشكله بصراحه، لان دي كده كلها كامله فبتبقى صعبه عليا جدا. انا شلت اللي هنا واللي هنا بقى ايه شلتها برضو، واحتمال ارجعها، او لو هعرف اطلع دي انا مش عارفه دي اطلعها ازاي بصراحه، او ممكن بقى الف واكنس تحتيها. لو عرفت اصورها لكم برضو هصورها. بقى جبت معطر، هحط بس شويه في البوله دي كده، وهحط بقى شويه كلوركس. ده بيتعمل بيه كل حاجه، كمان بيدي ريحه نظافه للركنيه والارضيات، تمسحي بالحيطان، تعملي بيه كل حاجه طبعا زائد الهدوم يعني. بصوا بقى انا هحط ايه شويه كده بسيطه عشان بس انضف الركنيه. بصوا بقى زي كده بالظبط، وهجيب بقى فوطه كده تكون نظيفه وهمسح بيها الركنيه. بصوا بقى انا بفضل امسح كده ولما بلاقي اي مثلا بقعه او اي حاجه بفضل اتك عليها بنفس الحاجه اللي انا عملتها معاكم. بتدي بقى ريحه فريش قوي 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 للركنيه، وبتبقى ريحتها حلوه، وكمان بتنضف معاكم. عايزين تحطوا صابون سائل حطوا عادي برضو مفيش مشكله. بصوا بقى الركنيه بقت يعني الجزء اللي انا عملته ده، البقع والتراب اللي كان فيه وكل حاجه كان يعني ايه اتشال. بصوا برضو الحتت دي بتبقى فيها رمله وبتبقى فيها حاجات، فنضفوها كويس. بصوا بقى انا عملت الركنيه الاولانيه، بعمل في التانية اهو. انا نفسي بس تشموا ريحه النظافه وقد ايه البيت كده تحس ان هو ريحته فريش يعني، بجد جميل. كمان بقى الكلوركس بيثبت جدا جدا في المفروشات، ممكن ترشيه كمان بعد ما تغسلي الستاير، هيفرق جدا جدا في ريحه البيت، كمان بينضف. بصوا بقى يا جماعه دي اخر حته كده في الركنيه، جزء في الركنيه. دي بقى بتبقى فيها كده تراب، بتبقى فيها مثلا مكان مثلا لو حد قاعد بياكل حاجه بتقع فيها، فركزوا فيها قوي برضو، هي بتطلع معاكم برضو بكل سهوله. يا جماعه الريحه حلوه قوي بجد، والله العظيم الريحه تحفه يعني، جربوها ومش هتندموا. حطوا كمان اي معطر في الميه هيفرق جدا جدا معاكم. كده انا خلصت الحمد لله الركنيه، مستنياها بس تنشف شويه وهفرش السجاده. هعمل بقى دلوقتي لحد بس لما الركنيه تنشف هعمل كراسي السفره. هي مطربه بصراحه خالص يعني، هي فعلا هي محتاجه تنظيفه كويسه. هعملها برضو ويبقى كده خلصت. و جماعه انا اول ما حطيت بس الفوطه دي على الكرسي، انا مش قادره اقول لكم بصوا فعلا الاختلاف، ما اعرفش باين في الكاميرا ولا لا، بس كان في كميه تراب بالذات بقى كده من هنا غير طبيعيه، ف كان المنظر فظيع بصراحه. يا رب يكون بس واضح لكم في الكاميرا.
بعد ما خلصت ترويق الركنيه كان عندي بقى شويه صحه كده، فانا كنت شاريه شويه مشتريات لرمضان، جزء من المشتريات انا لسه ما جبتش كله، بس الجزء دون كان عندي وقلت بقى